أعزائي، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الإخبارية التي احتجتم أن توافيكم بجديد الأخبار يوميا. رغم أن هذه القضية مر عليها 3 أيام، إلا أن الساعات لم تمر على أمها، بل بقيت في نفس الهوس وفي نفس الصدمة من المنظر المهول الذي رأته أمام عينيها، حيث خرجت للشارع متراجية الجميع وقائلة إنه يحمل آلة حادة ليقتل ابنته. نعم، الشابة أميمة التي أمامكم على الشاشة هي شابة حافظة للقرآن الكريم، متخلقة جدا، وهذا بشهادة جيرانها وأهلها وأمها، فإذا شهدت الأم في تربية ابنتها فلا شك في ذلك. ولكم أن تتخيلوا أن الشابة أميمة تدرس السنة أولى ثانوي، وللأسف ضغوطات كبيرة في البيت، وأب تجرد من مشاعر الإنسانية، أب لا يعرف الرحمة، أب مات ضميره في شعبان، في أيام مباركة، في أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكم أن تتخيلوا مشادة كلامية بين الأب وابنته، وحينما انعدمت الرحمة في قلبه قام بحمل العامية الشفرة، وقام بقتل ابنته أميمة التي أمامكم على الشاشة بلا شفقة ولا رحمة. الشابة أميمة تنحدر من ولاية إشلف، بالضبط سيدي عكاشة. كانت هناك ظروف قاسية في العائلة والأقارب، وكانت هناك أيضا حالة قتل، يعني في إحدى العائلات المقربة منهم، لربما عند زوجة العم أو شيء من هذا القبيل. إذا ما الذي أدى إلى أبي أميمة لقتلها؟ وما السبب؟ وماذا كانت تعيش أميمة وأمها؟ خرجت أمها في فيديو بعد وفاتها وقالت: أنا لحد الآن لم أصدق أن زوجي قام بقتل ابنتي في هذا البيت. وقالت أنها لم تعد تحتمل جدران البيت ولا مكان الحادثة ولا المكان الذي سال فيه دم ابنتها الشريفة، سال فيه دم البريئة. لكم أن تتخيلوا أن البراءة تزهق، وأرواح زهقت من أبيها، روح طاهرة زهقت من الأب، قام بالقتل بلا رحمة ولا شفقة. أيضا نشدت الأم المواطنين يعني يوفروا لها سكنا، لأنها قالت: لو أبقى في هذا البيت أكيد سأجن. وقالت أن الله سبحانه وتعالى أعطاني الصبر وما زلت واقفة على رجلي، وهذا بفضل الله عز وجل، ولكنني لا أستطيع المقاومة ولا العيش في بيت قتلت فيه ابنتي على يد زوجي. إنه إنسان كافر كفر بالله في هذه الأيام المباركة، فيا قاتل الروح وين تروح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارحم أميمة في هذه الأيام المباركة، وارفع روحها الطاهرة إلى جنات الخلود والنعيم بجانب الصالحين والصديقين، واجعل عوضها. وعند الله تلتقي الخصوم، هناك سيسأل الأب أمام الجميع: لماذا قتلت ابنتك؟ وستقف الابنة مقابلة أباها، فيا قاتل الروح وين تروح؟ اللهم يا رب العالمين ألهم أمها وذويها الصبر والسلوان. هم السابقون ونحن اللاحقون، وكل نفس ذائقة الموت. إلى اللقاء.